بسم الله. من أهم الفانكشن اللي هتستخدمها وأكثر استخداما ال VLOOKUP وال XLOOKUP. في الفيديو ده هنشوف الفرق ما بينهم وإزاي نستخدم كل واحدة فيهم. أنا عندي هنا تيبل فيه البيانات دي، في product ID، النيم، الكاتيجوري، اليونت سولد، والبرايس كود. وعندي هنا شيت فيه اللي هو البرايس ماتريكس، فيه كل ما يخص بيه البرايس. عندي البرايس كود، عندي اليونت برايس، عندي الكوست. أنا عايز آخد البيانات دي، أقوم جايبها هنا، تمام، من غير ما كوبي بيست، لان البيانات لو كبيره طبعا هي المشكله كلها بتبقى لو البيانات كبيره. تقول لي طب ما احنا ناخدهم كله كوبي بيست، ايوه، بس لو البيانات كبيره، وكمان لو البيانات متلخبطه، فانت مش هتفضل تدور على كل رو وتقوم جايب البيانات بتاعته ونقلها، طبعا يعني مش هيحصل. فهنا في حاجه اسمها، نشوف الاول الفي لوك اب. في لوك اب تقوم جايبها هنا. هو بيقول لك ايه؟ هو طالب منك اللوك اب فاليو. انت هتبحث عن ايه؟ انا ابحث عن ده. خلاص هتبحث عليه فين؟ لو خدت بالك هنا الفي لوك اب بتاخد تيبل اري، بتاخد تيبل كامل، فانا هبحث عنه هنا. تمام. عايزني ارجع لك اني معلومه؟ عايز ترجع اليونت برايس ولا عايز ترجع الكوست، الكولوم اندكس؟ يعني عايز ترجع اني كولوم فيها. خلي بالك ان الفي لوك اب بترجع لك قيمه واحده بس، يعني اما هترجع لك اليونت اما هترجع لك الكوست. فهنا اليونت لو انا عايز طبعا البرايس، فاقول له ادي واحد، ادي اتنين، يعني ادوس اتنين. بالشكل ده هيقوم منزل لك الموضوع بالشكل ده. تمام. لو عايز بقى استخدم الاكس لوك اب، اقوم جايب له هنا برضو، اعمل له بالشكل ده كده، واقوم اكتب له هنا اكس لوك اب. هنا بيدور برضو على اللوك اب فاليو. انت بتدور على ايه؟ انا بدور على ده. ماشي، بتدور عليه فين؟ هنا بقى اللوك اب فاليو ما بتاخدش اري، ما بتاخدش، قصدي اسف، ما بتاخدش تيبل، هي بتاخد عمود، بتاخد اري، بتاخد عمود واحد بس، ما بتاخدش البتاع كله. فانا بدور عليه هنا بس كده. تمام. عايزني ارجع لك ايه بقى؟ بص هنا بيقول لك ايه؟ ريتيرن اري، يعني بتاخد، ممكن ترجع لك اكتر من قيمه. فانت ممكن تقوم جايب هنا كده، انا عايز كل ده. تمام. هنا يتعلمك اف نوت فاوند، مش محتاجها في حاجه. وهنا طبعا الماتش مود، اللي هي عايزني ارجعها لك الحاجه بالظبط، ولا اعمل لك ابروكسيميت، اللي هو لو في لو في حاجه مش مظبوطه اقرب لك. فلا، دي على طول احسن حاجه اللي انت تخليها صفر، وتقوم دايس هنا كده، يقوم منزل لك بالشكل ده. تسحب كده اهو، هيقوم منزل لك الكوست بتاعك. بس في تركايه هنا، ان انت هنا وانت بتتعلم على التيبل وكده، لو انت بدأت من هنا يبقى لازم تبدأ من الناحية التانية من هنا كده. تمام. لو بدأت من فوق كده، لو من هنا كده، لو بدأت من فوق كده، يبقى تيجي هنا وتقوم بادئ من فوق كده، علشان لو حصل معاك ايرور ومعرفتش ايه السبب. بس كده. ما تنساش تعمل فولو، ولو عندك سؤال سيبه في الكومنت.